العلاقة الصحية مش مكان لجلد الطرف التاني حتى لو كنت موجوع. عن العلاقات اللي كلها لوم، ولما يتحمل طرف واحد الذنب ويبقى هو المسؤول دايما، وازاي ده بيكسر النفس وبيقتل العلاقة. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من اسرار الشخصية. النهاردة مشكلتنا الاولى بتقولي هو اللي بيتعصب وانا اللي بعتذر، يتنرفز، يكسر، يقول كلام جارح، ولما اسكت يقول لي انت السبب، ولما عاتب يقول لي بتستفزيني. يعني هو يغلط وانا اللي لازم اتحمل. هبه عندها 34 سنه، متجوزه من 7 سنين، بتقول لي جوزي طيب بس عصبي، واي حاجه بتعصبه اكتر. لو الاكل اتاخر يتخانق، لو الولاد عملوا دوشه بيزعق، لو حاولت اهديه يقول لي انت السبب، انت بتخلي الدنيا كلها ماشيه غلط. بقيت احس ان انا دايما الغلط حتى لو ما عملتش اي حاجة، وكل مرة نتصالح انا اللي بعتذر عشان هو مش بيعرف يعتذر. هو ده ينفع يا دكتور؟ بصي يا هبة، اللي بتعيشيه ده شكل من اشكال البليم شيفتنج. يعني ايه؟ بننقل المسؤولية على حد تاني نلومه. يعني الشخص بيتهرب من الغلط ويرمي اللوم دايما على الطرف التاني حتى لو كان هو اللي غلطان مش الطرف التاني. النتيجة اللي انت فيها دي ان الطرف التاني بيبدأ يشك في نفسه ويفقد في ثقته في مشاعره وفي حكمه على الامور. الحل ايه؟ الحل كان لازم يحصل من بدري شوية. لازم يحصل وقفة. انا مش هتحمل ذنب مش ذنبي، انا مش هعتذر عن حاجة ما عملتهاش حتى لو ده معناه انه يزعل شوية، بس نفهم بعدين الصح فين. لازم الطرف العصبي يتحمل نتيجة تصرفاته وما يستسهلش اللوم عشان يرتاح. اللي بيحبك بجد هيحاسب نفسه قبل ما يحاسبك. المرة دي هو اللي بعتلي، قال لي مراتي لما بتتضايق تقفل، ولما قرب تقول لي سيبني في حالي، ولو سكت تقول لي ما انا مش فارقه معاك. يعني انا اعمل ايه؟ هو انا على طول غلطان؟ كريم عنده 39 سنه، اتجوز من 10 سنين، بيقول لي مراتي شخصيه حساسه، بس لما تزعل دايما انا اللي لازم اروح اصلح. هي تزعل تقفل تليفونها ما تردش، ولو سبتها تهدى تقول انت ما حاولتش كفايه، ولو كلمتها تقول انت مش حاسس بيا، ولو قلت لها اي حاجه تقول لي انا مش فاهمه انت عايز ايه لانك ما بتحبنيش كفايه. انا ما عدتش عارف اتصرف ازاي، كل حاجه بعملها تتحول لغلط، كل حاجه تحصل انا اللي بتحاسب عليها. في الاول انا غلطان وفي الاخر انا غلطان. هو انا فعلا غلطان يا دكتور؟ اللي انت بتمر بيه ده يا كريم عباره عن emotional manipulation، يعني لعب بالعواطف كده. يعني ناس كده بتحاور بالعواطف. لما طرف من الطرفين بيستخدم مشاعره كوسيله للسيطره ويخلي التاني دايما في خانه المذنب، النتيجة العلاقة بتتحول لساحة تبرير والحب بيبقى عبء. الحل ايه؟ حوار صريح. انا بتحاسب على حاجات ما عملتهاش، ده بيخلي العلاقة مرهقة. الطرف التاني لازم يتحمل مسؤوليته عن انفعالاته، مش يرميها على غيره عشان يرتاح. العلاقة الصحية مش مكان لجلد الطرف التاني حتى لو كنت موجوع. بتقول لي ما بيعرفش يقول انا اسف فبيخليني اقولها بداله. قالت لي بيخاصمني وانا اروح اصالحه، يغلط وانا بعتذر. هو عمره ما اعتذر بس خلاني اعتذر عن نفسي ونيابه عنه كمان. نجلاء عندها 36 سنه، بتقول لي جوزي شخص عنيد، لو غلط ما بيعتذرش، يقفل، يزوغ، يهرب، مش ممكن يواجه، وانا مش بستحمل الخناق فبقوم انا اقول يمكن انا فهمتك غلط، حقك عليا، حتى لو كنت عارفه ان الغلط مش غلطي. مع الوقت بقيت بعتذر على طول على حاجات ما بعملهاش بس علشان احافظ على الهدنه اللي بينا. ينفع الكلام ده؟ بصي طبعا لا، ده فولس بيس، يعني ده سلام خاطئ او سلام زائف. يعني انت متخيل انكم عايشين في هدنه؟ الحقيقه لا، هو يجي في يوم من الايام يقولك هو انت على طول بتعملي كل حاجه غلط، هيصدق انك انت غلطانه. يعني هنا الطرف الحساس بيستسلم للاعتذار مش علشان غلطان، علشان يوقف الخلاف. النتيجه ان الطرف الثاني يتعود انه ما يعتذرش والعلاقه تبقى مايله هي ناحيه واحده اللي بتحاول تصلح. لازم نفهم ان الاعتذار مش ضعف، وان اللي بيغلط لازم يتحمل مسؤوليته، والطرف اللي دايما بيعتذر لازم يعرف يقول انا اسف لما يكون فعلا غلطان، مش آسف في كل مرة هو مش غلطان. العلاقة ما ينفعش تكون فيها طرف هو دايما المكسور والتاني متعود يكسره. هبة كانت بتشيل ذنب كل خلاف يحصل بينهم. كريم كان بيتحاسب على سكوت وبوز على حاجات ما فهمهاش، ونجلاء كانت بتعتذر بدل الراجل ما هو اللي يعتذر. في علاقات مش بتحتاج خيانة عشان توجع، كفاية انك تبقى طول الوقت انت الملام حتى وانت مش غلطان. لازم تتفقوا مع بعض، انا هتحمل مسؤوليتي بس مش هحملك كل حاجة وانت كمان مش غلطان. العلاقة الحقيقية هي اللي فيها عدل مش ضغط، اللي فيها تفاهم مش طرف دايما بيحاسب على فواتير كلها والطرف التاني دايما هو اللي بريء. ولحد هنا خلصت حلقتنا. اشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار شخصية مع أمنية.